بسم الله. السلام عليكم. اليوم راح نبدي وياكم بفيديو نسوي بيه كليتشة عراقية أم التمر، وخالية من الجلوتين، صحية، خالية من السكر، وإن شاء الله تعجبكم. وصفة سهلة ولذيذة بالنسبة للي متبعين حمية، خالية من الجلوتين، إن شاء الله تستفادون من عندها. هنا عندي طحين جاهز، خالي من الجلوتين، راح أضيفه تقريبا مقدار كوب. هذا أي طحين عندكم خالي من الجلوتين، الأسواق مملية. وهذا نوع ثاني من الطحين اللي أنا مسويته، يعني خلطة منزلية من الطحين. إذا تحبون تعرفون هذه الخلطة ممكن أكتب لكم إياها، أو ممكن نشرحها ونعملها سوية بفيديو ثاني. طبعا هذه الكليتشة ممكن تسووها الطحين فقط طحين تمن، أو فقط طحين مطحون بالبيت يعني. بس أنا أضيف هذا الطحين الخالي من الجلوتين حتى يساعد يعني يسويها هشة أكثر. هنا راح أحتاج بيضة تعطي طراوة للخلطة. أخلطها. مكوناتي هنا أكيد الهيل يعطي نكهة، ملعقة هيل، ملعقة شاي طبعا، ملعقة شاي خميرة للطراوة، وملعقة كوب بيكنج باودر خالي من الجلوتين، وملعقة كوب فانيلا أيضا خالية من الجلوتين. شوية رشة خفيفة من الحبة السوداء يعني للفائدة ونكهة، واللي ما يحبها لا يضيف يعني. حتى هذه المكونات اللي ذكرتها مثلا الهيل، الفانيلا، احنا طبعا ضفناها للنكهة، وايضا على مود زفارة البيض، ولو هي بيضة واحدة بس ايضا بيها زفارة. هنا راح اضيف شوية زيت، يعني نسبة قليلة، مثل ما قلت لكم هذه كليتشة صحية، فنسبة قليلة من الزيت. وانا بالنسبة لي استخدم الزيت زيتون، انتوا اذا تستخدمون اي نوعية ثانية فعادي. انا بالنسبة لي استخدم زيت الزيتون يعني كشي صحي. وهنا أنا راح أبدي أعجنها بشوية ماي. وهنا بلشت أعجنها بإيدي مثل ما تلاحظون. يعني العجينة مو طرية جدا، لأن أنا خالطة وياها طحين منزلي، لذلك مو طراوتها. لو مستخدم بس الطحين الجاهز كانت تكون أطرى، بس أنا للفائدة طبعا استخدم الطحين المنزلي، لأنه حاطة بيه يعني طاحنة بيه أنواع من الحبوب المفيدة. بس طراوتها الحمد لله يعني زينة. وبهالشكل راح أتركها ترتاح، أغطيها وأتركها ترتاح شوية، يعني نسبة قليلة، بين ما أجهز التمر، لأن أنا حشوتي راح تكون تمر، وأنتوا شو تحبون حشوة، مثلا جوز، فستق، اللي تحبونه تقدرون تستخدموه. بالنسبة لي راح أجهز التمر، وبين ما أجهز التمر راح أخلي العجينة ترتاح. وهنا مثل ما تلاحظون التمر أنا سويت كم وحدة. التمر هنا طلعت النوى مالته، وتقدرون تحمسونه بشوية زيت على النار، أو تعجنونه يعني مباشرة. والعجينة هنا عندي ارتاحت شوية بين ما أنا جهزت التمر. التمر ممكن نضيفوا له سمسم، ممكن نضيفوا له جوز مطحون يعني للنكهة، وممكن تخلوه على حاله. يعني أنا يعني أنوع بين هذه وهذه. هنا أنا بديت أشكله وبإيدي، يعني ممكن تستخدمون قالب. بعد هذه التفاصيل واضحة، حالها حال الكليتشة العادية. فنشكلها، وبالنهاية ممكن تدهنون وجهها بالبيض حتى على مود تصير العادية. ممكن تستغنون عن هاي الخطوة. المهم هي كليتشة طيبة، ويعني حالها حال الكليتشة العادية.
نكهة لذيذة. راح نشويها على درجة حرارة يعني 180 إلى 200 تقريبا مثل الكليتشة وننتبه لها، وإن شاء الله نراويكم النتيجة النهائية. إذا أصدقائي هذا الشكل النهائي للكليتشة بعد ما طلعتها من الفرن مثل ما تلاحظون. طبعا ريحتها كلش شهية وطعمها أيضا. وشوفوها هشة وتتكسر بسرعة يعني هشة، وطعمها لذيذ وتشبه إلى حد كبير جدا الكليتشة العادية، بس هذه أكيد خالية من الجلوتين. إذا حبيتوا الوصفة أتمنى تجربوها، وإذا عندكم أي سؤال أي استفسار عن هذه الوصفة أو أي وصفة ثانية خالية من الجلوتين كتبوها بالتعليقات. أتمنى لكم صحة وعافية، وتركوا لنا دعوة حلوة، وشكرا لكم ولمتابعتكم، ودعمكم هو راح يكون سبب استمرارنا إن شاء الله. إلى اللقاء بفيديو ثاني بإذن الله تعالى.